يعني أحبها حب مو شلون ما كان، ووعدتها بزواج، والبنية همي قابلة. فأني قدمت البنية مرة مرتين ثلاثة، أمها ما قبلت، أمها تصير خالتي. فأبوها ما رضى. السبب ليش ما ادري شنو. تعرفون اني ابوي منفصل عن والدتي، فاني ابوي منفصل عن والدتي، ظليت لا يم امي قاعد ولا يم والدي يعني، وظليت بالشارع. فتعرفون اخذوا غير نظرة مثل ما نقول، قالوا هذا يشرب الممنوعات، يشرب الخمور. اي فتقدمت للبنية مرة مرتين ثلاثة ما قبلت. رحت عليهم دخيل مدري شني، دزيت خالاتي دزيت عماتي، حكيت بالتليفون، اتصلت حتى رحت لهم ما قبلوا. فمن سمعت امها ورا انقطعت علاقتنا كلش، سمعت امها بين انا وياها عندنا اتصال، وسمعت بين صور للبنية عدي. فمن سمعت للبنية عدي صور كذوا البنية وكسروها كتلوها. والله ليش دازت له صور، ليش تحكين وياه ما ادري يعني شلون تسولفين وياه ما ادري شنو من هاي السوالف. فاتصلوا بيه قالوا اذا ما تمسح الصور احنا حنروح نسجل عليك دعوة مال ابتزاز يعني. فاني قلت لهم ما عندي كل صورة الحين، كل صورة ما عندي. فبعدين انقطعت. فالبنية كسروها، هلها تكسروا لحد الآن البنية رايدتنا وأنا رايدها. فأني تقدمت عليها همين مرة مرتين، رحت لعمامها، رحت لكبيرها، رحت لأبوها همين ما ادري شنو ما رضوا. فأمي همين حاجتها من سمعت بالصور عدي. فهي أمي تخاربت خالتي، تاركت ويا أمي قالت انت تدرين بي عده هيك وهيك سوى ليش ما تحكين. فتخربت ويا أمي خاي خالتي. فأني يعني أحب أوصل لكم فكرة، لا تحب لك بنية إذا مو أمها تدري، لا تحب لك بنية إذا مو أبوها يدري. لين تحبها ومدري شني، وبعدين من لا يعطوك إياها، وبالأخير راح تتدمر وتتعذب عذاب وتأذي نفسك. والله العظيم أنا من ما أعطوني إياها وما شايفها راح يصير لي تقريبا أنا بالشهر. فأني والله ظليت مدة 3 أيام لا أكل ولا شرب، بس مجرد تدخين أدخن وشاي.